في حارة ضيقة منسية في قلب القاهرة، كانت هناك امرأة تدعى أم سعاد. اشتهرت بكونها أفضل جزار في المنطقة، لكن لم يكن أحد يعلم عن سر مهارتها ولا عن تلك النظرة الغريبة التي تكسو عينيها عند تقطيع اللحم. أم سعاد لم تكن مجرد امرأة عادية، كانت تعيش بمفردها في بيت قديم، ولم يشاهد أحد زوجها منذ سنوات طويلة. كانت الحارة مليئة بالشائعات، البعض يقول إنه هجرها، والبعض الآخر يزعم أنه قتل في ظروف غامضة، لكن لا أحد كان يجرؤ على سؤالها مباشرة. في يوم من الأيام اختفى عم حسن، الرجل الطيب الذي كان يمتلك دكان البقالة أمام محل الجزارة. بحث عنه الجميع ولم يجدوا له أثراً. بعدها بأيام بدأت أم سعاد تبيع نوعاً جديداً من اللحوم بأسعار زهيدة للغاية، وكانت تخبر زبائنها أنه لحم بلدي أصلي. الغريب أن اللحم كان له طعم مختلف، لكنه لذيذ جداً. الزبائن كانوا يتهافتون عليه، غير مكترثين بمصدره. الاختفاءات في الحارة بدأت تتكرر. عم محمود البواب، ثم صبي القهوة، وحتى شابان كانا دائما يتسكعان في الأزقة ليلة. وفي كل مرة يختفي أحدهم كان لحم أم سعاد يصبح أوفر وأشهى. بدأت الريبة تتسلل إلى قلوب السكان، خاصة بعدما لاحظوا أن كل من يختفي كان لديه خلاف صغير مع أم سعاد، لكن الخوف منعهم من مواجهة الأمر. إلى أن جاء اليوم الذي قررت فيه سعاد الصغيرة ابنة عم حسن أن تبحث عن والدها. تسللت في منتصف الليل إلى محل الجزارة. كان الظلام يملأ المكان، لكن رائحة غريبة، مزيج من اللحم والدم، كانت تملأ الجو. فتحت باب المخزن الخلفي بحذر، وهناك كانت الصدمة. أجساد معلقة، بعضها مقطع والبعض الآخر شبه مكتمل. عرفت سعاد الصغيرة على الفور أن والدها كان من بينهم. بدأت بالصراخ، لكنها لم تدرك أن أم سعاد كانت خلفها بسكين حاد. في صباح اليوم التالي اختفت سعاد الصغيرة أيضاً، لكن لحم أم سعاد الجديد كان جاهزاً على الرفوف، وسكان الحارة كانوا ينتظرون بفارغ الصبر دورهم في الشراء. السؤال الذي بقي عالقاً في أذهان الجميع: هل نحن حقاً ناكل ما نعتقد إنه لحم؟ لو القصة عجبتكم وحسيتوا إنها شدتكم، متنسوش تقولوا رأيكم في التعليقات. إحنا دايماً بنحب نسمع آراءكم ومناقشاتكم. ولو عندكم أفكار لقصص جديدة أو مواضيع تحبوا نتكلم عنها، اكتبوا لنا. متنسوش كمان تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ولو حسيتوا إن القصة تستاهل، دوسوا لايك علشان تساعدونا نوصل لعدد أكبر من الناس. استنونا في قصص جاية أقوى وأغرب.